هلو هلو، أنا بوسي طه. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب، وينعاد عليكم الأيام بخير. لازم بيكون في حاجات بسيطة معانا بتكمل معانا فرحة العيد، وخصوصا لو الحاجات دي احنا اللي عاملينها في البيت، وقعدنا وتلمينا كلنا كده حوالين الطبلية وقعدنا نعمل مع بعض كده. بتكون دي هي فرحة العيد. النهاردة هعمل معاكم الغريبة، هتطلع معاكم دايبة وخطيرة وبكميات مظبوطة جدا. هتطلع معاك الغريبة في منتهى الجمال. لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا بوسي طه. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا كوبايتين من السمنة، والسمنة هنا أنا حطاها في التلاجة من بالليل واستخدمتها تاني يوم الصبح على طول. لازم تقعد في التلاجة لمدة 12 ساعة وتكون ساقعة معايا كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين بتطلع بصعوبة ازاي. هو ده اللي أنا عايزاه بالظبط. بنزل عليهم بقى بكوباية من السكر وكمان معلقة كبيرة، وبضرب فيهم بقى كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا نتكلم شوية بقى عن أسرار نجاح الغريبة. أول معلومة ودي ركزوا فيها كويس جدا، إن السمنة بتاعة الغريبة لازم تكون ساقعة معايا كويس جدا علشان خاطر تعرفوا تشتغلوا بيها. لو السمنة مش ساقعة أو بدرجة حرارة الغرفة، اتأكدوا إن الغريبة مش هتطلع مظبوطة معاكم تماما. تاني معلومة، إن الغريبة لازم بتتعمل بسمنة، ما ينفعش أبدا إن هي تتعمل بزبدة، ويا سلام بقى لو انتوا كمان عاملينها بسمنة بلدي. تالت معلومة، ناس كتير جدا بتقول إن هي لما بتدخل الغريبة الفرن بتفرش منهم، وده بيكون بسبب إن الغريبة ما قعدتش ارتاحت كمية كبيرة في قلب التلاجة. لازم الغريبة تقعد بعد ما تعجنوها على الأقل نص ساعة في التلاجة تسقع كويس جدا، وبعد كده تبدأوا إن انتوا تشكلوها. طب لو الغريبة شققت منكم في الفرن، يبقى لازم تضيفوا عليها على طول معلقة من السمنة وتقلبوا فيها كويس جدا، وبعد كده تدخلوها تاني التلاجة لمدة نص ساعة، وبعد كده تبدأوا تشتغلوا فيها. كده أكون أنا قلت لكم كل المعلومات اللي ممكن تقعوا فيها في الغريبة. شايفين ضربت بقى السمنة والسكر مع بعض كويس جدا لحد ما وصل معايا للقوام ده لمدة لا تقل عن ربع ساعة. هنا بقى معايا 4 كوبايات من الدقيق، وكمان معايا معلقتين كبار من اللبن البودر، ورشة ملح بسيطة خالص، وكيس من الفانيليا. بقلب كل المكونات دي على بعض وبنزل بيها بقى على الخليط بتاعي بالتدريج كده، علشان خاطر انا هنا في الغريبة مش بعجن. شايفين انا بتعامل معاها بالراحة خالص، بحيث ان كل المكونات بتاعتي تختلط مع بعضها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبضيف كمان الدقيق بتاعي بالتدريج. الكوباية اللي أنا باستخدمها وبعاير بيها الدقيق هي الكوباية اللي أنا بعاير بيها السمنة، هي الكوباية اللي أنا بعاير بيها السكر. ممكن تستخدموا الكوبايات المعيارية، أو ممكن تستخدموا عندكم كوباية شاي، أو ممكن تستخدموا الكوباية بتاعة المية. أي كوباية تستخدموها، المهم إن الكوباية بتاعتكم تكون هي الكوباية اللي انتوا بتستخدموها في كل المعايير، علشان خاطر الغريبة تطلع مظبوطة معاكم. بقلب بقى فيها بالراحة كده زي ما انتوا شايفين لحد ما الدقيق يختفي معايا تماما. عايزة اقول لكم إن بقى ان العجينة بتاعة الغريبة بتكون ملزقة معاكم كده شوية، فما تخافوش خالص من النقطة دي. هي بتكون ملزقة معاكم كده شوية، بس ما تقلقوش، بتدخلوها التلاجة وبتعرفوا تتعاملوا معاها عادي جدا. بعد ما دمجتهم بقى كويس جدا مع بعض، ببدأ ان انا اقلب فيها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لمدة 5 دقايق كده بالراحة لحد ما توصل معايا للقوام ده. هو ده القوام المظبوط بتاع الغريبة. باخد قطعة كده بايديا اكورها، شايفين هي بتلزق في ايدي ازاي. باخد قطعة كده اكورها، لو طلعت معايا تمام وما فيهاش كده اي تشققات، يبقى كده العجينة بتاعتي مظبوطة. باخد بقى كده شوية صغيرين بضيف عليهم معلقة صغيرة كده من الكاكاو على حسب الكمية. لو انتوا هتعملوا ربع الكمية ضيفوا عليها معلقة صغيرة من الكاكاو، لو هتعملوا نص الكمية ضيفوا معلقة كبيرة من الكاكاو. بقلبهم كويس جدا، وبكده تكون جاهزة معايا الغريبة اللي بالشوكولاتة. طريقة التشكيل بقى سهلة جدا. لو انتوا هتعملوا واحدة نص ونص، باخد كرة صغيرة خالص من الشوكولاتة وكرة صغيرة خالص من الفانيليا، وبشكلهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. دي بقى الحاجات اللي انا هزين بيها معايا كده السوداني، وكمان معايا بندق، وكمان معايا لوز. تقدروا تشكلوا الغريبة بأي حاجة انتوا حابينها، وكمان ممكن تشكلوها من غير أي مكسرات، ممكن تعملوها سادة كده زي ما انتوا حابين. وخلوا بالكم من عملية التشكيل، حجم الغريبة بيكون صغير لأن هي بتكبر شوية كده في الفرن،
علشان خاطر الحجم بتاعها ما يكونش كبير. الغريبة بيكون حجمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان خاطر تطلع معاكم مظبوطة. في ناس بتحب ان هي تعملها كبيرة زي ما انتوا حابين بقى، بس الافضل ان هي تكون قطعة صغيرة كده تكون على قد البق عشان تدوب كويس جدا معاكم. بشكل بقى كل الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بضيف الخرزة كده او اللوز، ما بضغطش جامد قوي علشان خاطر ما تفرش مني. شايفين الضغطة بتكون بسيطة خالص. بسخن الفرن بقى قبلها لمدة 5 دقايق، وادخل الغرايبة الفرن رف اوسط على درجة حرارة 190 لمدة 10 دقايق. ازاي بعرف ان هي استوت؟ اول ما بحركها بايدي كده والاقيها بتتحرك في الصينية كده بتكون استوت معايا. الغريبة ما بتاخدش لون ولا من فوق ولا من تحت، بتكون بنفس اللون اللي هي دخلت عليه بالظبط. بتطلع معايا بقى الغريبة بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده، ولا مشققة ولا فيها اي فتحات. هستنى منكم بقى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. كل سنة وانتوا طيبين. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.